بلادي يا روح وذات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر بحبك علن، يا عمان ما غيرك وطن يا بلادي. السلام عليكم، اليوم سوف أحدثكم عن قيمة حب الوطن والانتماء إليه. حدثينا يا أمل، ماذا تعرفي عن حب الوطن؟ الوطن هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وهو هويتنا التي نفتخر بها. الوطن من أعظم النعم التي يشعر فيها الإنسان بالأمن والأمان، فالحمد لله على نعمه. معلمتي، حب الوطن ليس كلمات نرددها أو شعارات نرفعها. أحسنت يا هاجر وبارك الله فيك. سارة، هل تعرفي مسؤولياتك اتجاه وطنك؟ نعم يا معلمتي، مسؤولياتي اتجاه وطني الجد والاجتهاد لأصبح فردا نافعا لمجتمعي، والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، والعمل على رفعة الوطن وازدهاره وحمايته والدفاع عنه. أحسنتن يا طالبات النجيبات وبارك الله فيكن. معلمتي، لدي أبيات شعرية عن الوطن، هل بإمكاني قولها الآن؟ نعم يا أمال، تفضلي. وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل، سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولا أميل، سيظل ذكرك في فمي، ووصيتي في كل جيل. أحسنت يا أمل وبارك الله فيكن، وأحسنتن جميعا يا طالبات النجيبات. سوف نلتقي في حلقة جديدة ومع خلق جديد من أخلاق الإسلام. مع السلامة.